إزاي إن أنا أقدر أتنبأ بالإيرادات بتاعتي السنة الجاية أو السنة اللي أنا فيها، وده بيعتبر تحليل بيانات بسيط في الإكسل. بمعنى أنا عندي الأعوام والإيرادات وعندي العام الحالي مثلًا 2027، أنا عايز إن أنا في 2027 السنة الجاية أعرف ممكن أحقق إيرادات كام. طبعًا كل ده بناءً على الإيرادات بتاعة الأعوام اللي قبل كده. هي طبعًا كل ده أرقام افتراضية عشان نجرب المعادلة أو فكرة المعادلة. هتيجي هنا تكتب بيساوي FOR forecast أهي، نختار المعادلة دي ونبدأ إن إحنا نضغط على FX عشان يفتح معانا المعادلة بالشكل ده. أول حاجة هيقول لي أنت عايز تعرف أو الإيرادات بتاعة أنهي سنة، هاقول له 2027، أحدد 2027، وهنا يقول لي حدد لي الإيرادات بتاعة السنين اللي فاتت، فهاحددها له، وتحت هاحدد له الأعوام كلها بتاعة السنين اللي فاتت، وبعد كده أقول له أوكي. هيبدأ يجيب لك رقم تقريبي للي ممكن تحققه أو تنبؤي للي ممكن تحققه في 2027. طبعًا كل ده بناءً على الإيرادات اللي عندك. فتعالَ كده مثلًا نكتب 2028، هتبُص تلاقيه برضه بدأ يغيّر لك في الرقم اللي تحت. 2026 السنة اللي إحنا فيها، يبدأ يقول لك رقم تقريبي للي أنت ممكن تحققه السنة دي.